محدش بيصحى الصبح ويقرر انه يقضي يومه زعلان، لكن في ناس بتعيش سنين وهي شايلة جواها زعل واحد من علاقة انتهت أو حلم اتكسر أو فرصة راحت، لدرجة ان الزعل نفسه بقى أسلوب حياة. الحقيقة ان الزعل طبيعي وكلنا بنمر بيه، لكن الخطير انك تسيبه يسرق منك أيام مش هترجع تاني. لو زعلان على علاقة انتهت، افتكر ان مش كل نهاية خسارة. ساعات ربنا بيبعد عنك شخص عشان يحميك من وجع أكبر كنت هتشوفه بعدين. ولو زعلان بسبب مرض أو تعب، افتكر إن في ناس بتتألم أكتر منك ولسه متمسكة بالأمل وبتحارب كل يوم. ولو زعلان عشان الشغل قليل أو الرزق متأخر، ما تفقدش الأمل طول ما انت بتسعى وتحاول، لأن تعبك عمره ما هيضيع، وكل خطوة بتاخدها ممكن تكون أقرب خطوة للفرج من غير ما تعرف. المشكلة إننا ساعات بنركز على اللي ناقص وننسى اللي لسه موجود. ننسى إن عندنا نعم كتير اتعودنا عليها فبقينا مش شايفينها. الحياة عمرها ما هتكون كاملة، وكل واحد فينا عنده معركة محدش شايفها. عشان كده ما تخليش الزعل يبقى عنوان حياتك، ولا تسمح لموقف واحد يسرق منك فرحة أيام جاية. افتكر دايما اللي فات انتهى، واللي جاي لسه بإيد ربنا. طول ما انت لسه بتحاول، يبقى لسه في أمل، ولسه في خير ممكن يغير حياتك في لحظة ما تتوقعهاش.